زي ما احنا شايفين كده الشكل هنا فيه كام مستطيل فوق وكام تحت. يبقى الشكل اللي في النص ده دلوقتي حالا يا شباب ركزوا يلا دايره، وبرده نعمل لها ايه الاينمنت في النص، فبالتالي هتبقى على المركز زي ما انتم شايفين. نصغرها نعمل لها سكيلينج بنسبه مثلا 40% كوبي، ونعمل لها سكيلينج. طبعا احنا هنديهم ستروكات بس عشان ما نتلخبطش، ونعمل لها سكيلينج مثلا 50%. صعبه كده يا شباب؟ مستطيل جميل بالطول كده، وبرده نحدد كله ونعمل فيهم ايه، نعمل لهم الاينمنت كده كلهم يبقوا متوسطين. وزي ما احنا شايفين كده الشكل هنا فيه كام مستطيل فوق وكام تحت. يبقى هنقسم ال 360 على كام؟ دبل كليك ونقول 360 على الثمان مربعات اللي هم 4 فوق و4 ايه تحت، كوبي، وبعدين نقول له كنترول دي. صعبه كده يا شباب؟ كل اللي احنا هنعمله ان احنا نضغط شيب بيلدر ونضغط بس كليك هنا، كليك وكليك هنا وكليك هنا، كليك كليك. صعبه؟ ونجمع بقى ونطرح دول، نجمع كل الدايره دي عشان احنا عايزينها دايره واحده بس، ونطرح الحته دي كلها بالالت زي ما انتم شايفين. بصوا بقى شايفين الحته دي ودي اهو، بالشيفت حددت دي ودي ودي، خدت بالكم؟ بالظبط كده. كنترول جي، وده اصلا التاسك ايه الحق حصلت فيها في تمام كده اهي كده. ده التاسك ولا لا؟ صعبه؟ في حد عنده اي مشكله؟ طيب تعالى كده ندلت دول. ازاي نعمل كليبنج ماسك على دي بقى؟ اول ما بنقف عليها كده بيبقى لونها ايه من هنا يا شباب؟ يبقى احط الصوره فين؟ تحتها بالظبط كده اهو. نقف تحت اللاير دي اهي، نحدد الاثنين ونقول له كليك يمين ميك كليبنج ماسك. صعبه؟ دبل كليك ونصغرها او نكبرها او نحركها. في اي مشكله كده؟